السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور الأهلي العظيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. جمهوري الحبيب اللي مشرفنا في كل حتة، الجمهور المحترم، الجمهور اللي بيشجع كيان اسمه النادي الأهلي، اللي بيدعي من النادي الأهلي في كل مكان. منورنا على قناتنا وعلى صفحتنا على الفيسبوك، وقناتنا طبعا على اليوتيوب. النهارده طالع معاكم عشان اتكلم في موضوع يعني كله هري من امبارح، والسوشيال ميديا والصفحات والمذيعين وتحليليين كله عمال يتكلم. يا ترى جون ابوكا رايح فين؟ رايح الزمالك ومضى في الزمالك، ولا رايح الاهلي ومضى في الاهلي؟ لغايه دلوقتي جون ابوكا ما حددش واجهته فين. لغايه دلوقتي الاهلي والزمالك داخلين في الصفقه بطريقه قويه جدا جدا جدا، تمام. بس وكيل اعمال ابوكا هو هنا اللي اتحط تحتيه كذا خط. وكيل اعماله بيقول لك يا عم جون ابوكا اللي بيروح نادي الزمالك بيمشي بمصايب وما بياخدش فلوسه. ده اول حاجه. تاني حاجه، شوف كام لعيب افريقي وكام لعيب اجنبي راحوا نادي الزمالك ومشيوا بطريقه مهينه، ومشوا بطريقه فسخ عقود. يعني بمعنى اصح ان الزمالك فسخ عقد ابراهيم زكريا الورداني، تمام، وفسخ وعايز يفسخ عقد سامسون او يمشيه او يطلعه عاره ايا كان. فوكيل اعماله قال له يا ابن الحلال، شوف الزمالك بيتصرف ازاي وشوف بعكسه النادي الاهلي بيتصرف ازاي. ومع ان النادي الاهلي كفته ارجح. ليه؟ اهلي فلوس موجود، سياسه مع اللعيب الاجانب الافريقي متوفر له لبن العصفور موجوده. وتالت حاجه واهم حاجه ان الاهلي رايح كاس العالم للانديه، وده اي لعيب يتمناه، تمام. وهقول لكم برضو، فكروني ان هقول لكم مين اللي هيموت ويجي النادي الاهلي، تمام. فنرجع لابوكا تاني. فالراجل غالبا واجهته للنادي الاهلي. فسيبكم من كل الكلام اللي طلع على السوشيال ميديا وكل الكلام اللي هتسمعوه النهارده ان جون ابوكا في الزمالك والكلام ده كله، تمام. لان الراجل ماشي بخطى ثابته. وعلى فكره انتقاله من انبل سيراميكا على فكره خطوه ذكيه من وكيل اعماله وذكيه من لاعب كمان، تمام. فجون ابوكا لسه لغايه دلوقتي ما راحش، مش عارفين طريق واجهته فين. بس انا بقول لكم يعني نسبه 90% هو في النادي الاهلي، الا اذا لو النادي الاهلي تعاقد مع مهاجم تاني غير جون ابوكا. وعلى الجدير بالذكر ان النادي الاهلي كان بيخلص، المفروض كان هيخلص في لعيب اسمه مارسينهو ده، تمام. ده اتحط الكولر، وكولر اتحط فيديوهاته قدام كولر، وقالوا الكولر احنا نبدا في مفاوضاتنا معاه، بس انت ادينا الضوء الاخضر بعد ما نشوف فيديوهاته. الراجل كولر مدرب الاهلي شاف فيديوهاته واعجب بيه جدا، حتى ادى للنادي الاهلي اللي هو الضوء الاخضر اللي هو يتحرك ويجيب الصفقه دي. حتى النهارده اما سال اداره النادي الاهلي فين اللعيب، المفروض اللعيب كان جه وعمل الكشف الطبي او وخلص يعني، وخلصته معاه. كانت رد اداره النادي الاهلي قالت لك هو طالب، ناديه طالب مبلغ كبير جدا. فكولر بقى غضبان قوي، حتى لقينا حتى التصريحات النهارده اللي هو غضبان جدا من اداره وغضبان من لجنه تعاقدات. طب انتوا حطيتهولي ليه وقلت لي شوفوا وتمام وانا اديتكم الضوء الاخضر؟ ما كنتش حطيتهولي من الاول اللعيب ده، يعني ما تعشمونيش في حاجه وتيجوا في الاخر لا. يعني انتوا فهموا الصفقه ماشيه ازاي، حتى لو انا قلت لكم تمام يبقى عارفين الصفقه هتمشي ازاي وهتخلص بكام. احنا انتوا حطيتوا ليه ليميت معين، بس لو انتوا كنتوا شايفين الفرق الليميت يعني المبلغ بتاعه اللي هو طالبه او حاجه مناسبه او فرق بسيط ماشي، لكن ده بيقول لك طالب مبلغ جامد جدا. فعشان كده هو الراجل غضب جدا. وجون ابوكا كده بعد النهارده مارسينيهو ده ما جاش، وموليكا، وسيبك من الكلام ده كله اللي طالع، كل دي اجتهادات، تمام. فجون ابوكا هو الارض، يعني هو يعني كفته بتميل مع النادي الاهلي. وهرجع واقول لكم ان هو لو جه النادي الاهلي هيروح معانا كاس العالم للانديه. وكده كده كده يعني وكده كده يعني وكده كده الايام الجايه هتثبت لينا جون ابوكا رايح فين، هيروح الاهلي او الزمالك ولا هيفضل في سيراميكا. وطبعا كلنا شفنا الاهلي عمل كام صفقه حلوه، والاتنين اللي عاجبني جدا مروان عطيه هيفيد النادي الاهلي، وكريستو لاعب صغير
وهيفيد النادي الاهلي. نيجي بقى هنا اللي هيموت وهيجي النادي الاهلي، اللاعب اللي هيموت زي ما بقول لكم وهيجي النادي الاهلي عمر كمال عبد الواحد. بامانه انا واحد من الناس الراجل ده نفسي يجي النادي الاهلي، بس الراجل ده انا مش عايزه برضه في نفس الوقت. انا كان نفسي يجي، بس انا مش عايزه يجي لان هو الراجل ده زملكاوي من الاخر كده، ان الراجل ده بينتمي لنادي الزمالك. هو الاحتراف ما فيهوش اهلي وزمالك، واحنا كلنا شفنا في لعيبه بتبيع مبادئها وبتبيع انتماءاتها عشان خاطر الفلوس. بس هنا لو جه عمر كمال عبد الواحد انا من ضمن الناس مش هكون مبسوط ولا فرحان، لان هو ما عندوش انتماء للنادي الاهلي او ما عندوش ولاء للنادي الاهلي. حتى هو لغايه يومين 3 كان منزل صوره بتيشيرت نادي الزمالك وبيحلم اللي هو ينضم لنادي الزمالك. واما الاهلي فتح معاه باب المفاوضات الراجل ابدى اعجابه ووصل لنا رسالته بحاجه بسيطه جدا، ان هو شال اي صوره ليه بتيشيرت الزمالك او اي حاجه ليه او اي حاجه ليه كتاب يعني بالكتابه او بصوره تيشيرت او اي حاجه على الانستجرام او على تويتر. فعمر كمال عبد الواحد هيموت ويجي النادي الاهلي، وهو بامانه يعني كلاعب سيبك من الانتماء، هو لعيب كويس جدا. انا ما اقدرش اقول لك يعني اللي هو لعيب وحش او مش فت او مش هيفيد النادي الاهلي، لا هو لعيب جامد جدا ولعيب 10/10. بس انا بقول يعني ربنا يوفقه مع اي نادي تاني. ولاحظوا ان كان عمر كمال عبد الواحد ماضي النادي الزمالك قبل ما يروح فيوتشر. بس عامه كده اداره فيوتشر جابتها من الاخر، قالت لك انا مش هفرط في اي لعيب خالص، اي لعيب مهما كان هو مين انا مش هفرط فيه لغير لاخر نهايه الموسم، لان فيوتشر طبعا انتوا شايفين دلوقتي هو في المركز الثاني وبينافس على الدوري وداخل بقوه، غير وهو بيلعب كمان في الكونفدراليه. فكل دي كانت اخبارنا النهارده على الساحه وعلى السوشيال ميديا، واللي كان معظم الاخبار كانت بتدور حول لاعب واحد بس اللي هو جون ابوكا. وانا قلت اطلع اعمل لكم فيديو خفيف كده شويه معاه، يعني خفيف ظريف كده، ونتكلم عن جون ابوكا. انت فهمتني، ونشوف الدنيا رايحه معاه فين. ولغايه دلوقتي زي ما بقول لكم جون ابوكا ولا في الاهلي ولا في الزمالك. اهدوا. والنادي الاهلي لو جون ابوكا جه النادي الاهلي فهو هيكون اضافه قويه لينا، ولو ما جاش النادي الاهلي هيجيب واحد قد 10 مرات من جون ابوكا. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.